اهلا، عاملين ايه؟ اظن كده جودة الكاميرا حلوة طبعا. بصوا، الفيديو ده طلع اتكلم عشان انا ليه بغيب والكلام ده. بصوا يا جماعة، اول حاجة انا في الاجازة ما نزلتش فيديوهات خالص يعني، ما نزلتش غير فيديو واحد خالص. هتقولي ليه؟ انا من ساعة ما الورل بتاعي مات، ايوه الورل بتاعي مات، انا ما حبيتش بعديها انزل فيديوهات واتضايقت وسبت الفيديوهات، وشبه تقول مثلا اكتئبت لاني كنت بحب الورل ده جدا جدا، وكنت جايبه بمبلغ كبير. طبعا هرجع ان شاء الله فيديوهات تاني، بس مش هيبقى كل شويه، يعني ممكن اسبوع اسبوعين وانزل فيديو. انا عارف ان غبت عنكم ياما طبعا. انا طالع الفيديو ده اتكلم معاكم شويه وهشرح عن كائن انا جايبه عندي برضو بقاله ياما قوي قوي برضو. انا غايب اصلا وما عنديش دلوقتي غير هو الكائن ده، ولسه هجيب حيوانات تانية اصلا اول ما اخد اجازه نص سنه ان شاء الله باذن الله تعالى، لما انجح ان شاء الله في امتحان نص السنه. وهجيب بقى حيوانات ياما ان شاء الله تبقى عندنا في مزرعتنا، وهننزل سوق الجمعه وفيديوهات سوق الجمعه ترجع تاني، بس مش دلوقتي. دلوقتي احنا هنروح نشرح لكم على الكائن اللي عندي ده. هو كائن جميل جدا، كائن من القوارض، معظم الناس بتربيه. اظن انت كده عرفته. لو عرفتوا ايه الكائن ده انزلوا اكتبوا تحت في الكومنتات. يلا بينا بقى ايه، نروح نبص على الكائن ده ونقول لكم هو ايه الكائن. طبعا الكائن ده انا جبته هو جنبي كده، كائن جميل جدا جدا جدا، معظم الناس وبتحب تربيه، خصوصا البنات. هو طبعا أنا جايبه كان متعور وكان حالته حالة، كنت واخده حالة انقاذ، بس كنت دافع فيه فلوس برضه عشان اخده. هو ده انا كنت جايبه مكانش فرو، وكان قليل خالص. دلوقتي ايه، فرو طلع بقى جميل، فرو طلع جامد يعني. هو دلوقتي ايه بقى، فرو كان فرو اقل من كده خالص. ده الهامستر، ده جميل جدا يا جماعة. ده الهامستر بتاعي اسمه بندق. بص، ده جميل جدا 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 الهامستر ده بتاعي. ده بياكل ايه الهامستر ده؟ بياكل كرومب، بياكل كرومب. تقعد، اوعى تقعد انا بشرح حد. بياكل كرومب، وبياكل عامة الخضروات. بيحب الطماطم، بيحب الخيار بالذات جدا جدا، والكرنب والخس والحاجات اللي فيها مية جدا، لأن هو طبعا بيحتاج مية. بيحتاج طبق مية يشرب منه. أو في سقاية أصلا معمولة للهامستر مخصوصة جدا، هو الهامستر بيشرب منها، اسمها سقاية كده، بتبقى شبه الإزازة وطلع منها بسبوس كده حديد بيشرب منها. ممكن تعملها في البيت عادي من ازازة بيبسي، ازاز، ممكن تحطها له عادي. طبعا انا اكيد انتوا فرحانين ان رجعت تاني، وعايز القناة توصل عن كده. عايزين نوصل ل1000 قبل نهاية سنة 2025 ان شاء الله. مع بعض نقدر نعملها، ده في خلال شهر ونص ان شاء الله نكون عملناها. عايزين يوم الكريسماس بالليل قبل ما الساعة تبقى 12 نكون وصلنا ل1000 مشترك إن شاء الله يا جماعة. طبعا معاكم هنوصل للرقم ده. تعالوا بس إيه، بدل ما نرغي كتير نتكلم عن الهامستر. الهامستر ده يا جماعة معظم الناس بتربيه. في من الهامستر ده عندنا نوعين في مصر، السوري والروسي، على حد علمي يعني، لأن ماليش في الهامستر. السوري والروسي. الهامسترات عامة دي في متوسط سعرها من 100 ل150، ولو نتاية حامل بتكون سعرها 250 جنيه. الهامستر بيولد من عدد كام؟ من عدد 10 أطفال، أو ممكن من عدد 6 أطفال لحد 20 طفل أو 25 طفل من الهامستر. طبعا اللي معايا ده ذكر. بتعرف الذكر منين؟ الذكر بيكون عنده تحت هنا زي كورتين لازقين في بعض، لكن الأنثى ما عندهاش الكلام ده، عادي فاضية. طبعا أنا كنت جايبه الحتة دي كبسوسة منها اختفت خالص، كان هنا متعور، بس التعويرة راحت خالص، طلع مكانها فرو وبقى هو جميل جدا جدا جدا، والفرو بتاعها غطاه. ده هامستر لونج هير. في فرق طبعا بين اللونج هير والشورت هير والكيرلي هير، في حاجات ياما يعني فيهم. اللي معايا ده لونج هير، هامستر لونج هير. ده بيبقى فرو كده ياما، لكن الكيرلي هير بيبقى شعره كده عامل كده وطالع وفوق ولتحت كده. الهامستر ما تحسه لونج هير على كيرلي هير. الشورت هير بقى ايه ده بقى، اللي هو بيبقى شعره لازق كده، اللي هو مش فرو ياما، لا شعر بس يعني، شعر مش بفرو كده ياما، لا شعر بس، شبه كده مثلا، مش شبه شعرنا لا. يعني انت لما مثلا تحلق قرعة مثلا، فبيطلع لك كده زي نقط شعر، هو يبقى عنده نفس نقط الشعر دي، بس بتبقى مغطية جسمه كله، ما بيبانش لحم جسم الهامستر. طبعا دلوقتي اللي معايا ده هامستر سوري، ده من الهامسترات الجميلة جدا.